لو حاطط في حسابك إنك ماشي في طريق ولقيت الطريق ده اتغير، وممكن يكون بغير إرادتك، أنت كنت حابب إن أنت تكمل الطريق ده، اتغير، شغل اتغير، مكان معين حصل فيه مشكلة ما بقتش موجود فيه. كل التفاصيل دي خد وقتك وحاول تفهم وتستوعب وترتب أولوياتك مرة تانية وتشوف أنت عايز إيه على الوضع الجديد ده، وتحاول تمشي فيه وتتأقلم فيه لحد ما توصل لحاجة ترضيك وتناسبك، بدل ما تفضل ضايع طول الوقت وبدل ما يبقى حلمك اتدمر. الموضوع بيبقى محتاج شوية مرونة في التفكير، ومفهوم إن المرونة دي ما بتجيش بسهولة، ومفهوم إن اللي بيبقى بيحلم حلم معين بيبقى متشبث بيه وما بيبقاش عايز يغيره، خصوصا لو كان تعب على الحلم ده وقدم له كتير. بس الفكرة الأساسية جرب المسار الجديد، مادام ربنا حطه في طريقك أكيد كويس وأكيد خير، ولو بصيت له بشكل معين هتلاقيه بيعجبك، يمكن كمان يكون أحسن من المسار اللي أنت كنت عايزه لنفسك. حتى لو خدت وقت تفهم، حتى لو خدت وقت وبتتخبط